عملت حسابين سناب شات لحتى أجرب هل بإمكاني إني أشوف الستوري الخاص بصديقي بدون ما يظهر عنده إني شاهدت الستوري الخاص فيه، وهل في طريقة لعمل هذا الشيء؟ وجربت كتير طرق وتوصلت لطريقة سهلة كتير وتمكنت إني شاهد الستوري الخاص بالهاتف الآخر. لاحظوا الآن أنا عندي هاتفين، عملت الحساب الأول على الهاتف الأول عملت منه ستوري وبلشت أجرب على الهاتف الثاني لحد ما وصلت لطريقة سهلة جدا لأنك تشاهد الستوري الخاص بأي أحد، وحتى لو كان هذا الستوري طبعا خاص بدون ما يظهر عنده إنك شاهدت الستوري الخاص فيه. لاحظوا الآن أنا عندي هون بالهاتف الأول او بالحساب الاول انا عملت ستوري، طبعا لحد الان مشاهدات صفر، ما في اي احد شاهد الستوري، وهي هي الستوري ظاهره هون مثل ما انكم ملاحظين. لان قبل ما شاهدها الطريقه بتقول انك تروح تفعل وضع الطيران وتطفي البيانات والواي فاي ما يكونوا شغالين، يعني تفصل هاتفك عن الانترنت، وبعدها طبعا تدخل على تطبيق سناب شات بعد ما تكون حملت الستوري طبعا، وبتبدا تدخل على الستوري وتشاهد الستوري. تمام، لا انا شاهدت الستوري مثل ما انكم ملاحظين اصبح مشاهد، ولكن لحد الان ظاهر عندي انا هون صفر مشاهدات. ليش؟ لاني لحد الان ما متصل بالانترنت. فالان لو طلعت من تطبيق سناب شات بهذا الشكل على الهاتف اللي فيه الحساب اللي فيه الستوري ورجعت يعني شفت العدد، لحد الان راح يضل صفر، هذا الشيء طبيعي. الان لو طلعت من تطبيق سناب شات من هذا الهاتف ورجعت فعلت الواي فاي ووضع الطيران، او حتى لو رحت على تطبيق سناب شات وعملت مسح بيانات، تمام، رحت هون على مكان التخزين وعملت مسح التخزين المؤقت مثلا لبيانات سناب شات، الطريقه ايضا غير مضمونه وبيظهر عند الشخص الاخر انك شاهدت الستوري. لاحظوا الان عندي بالهاتف الثاني لحد الان صفر صحيح، ولكن بمجرد اني ادخل هون على تطبيق سناب شات سجل دخول، لو رحت هون على القصص لاحظوا لحد الان باين عندي اني يعني هون علامه اللوب هي اللي على الستوري بتعني انه انا مشاهد الستوري وظاهر عندي اني شاهدت الستوري. فمجرد انه هذا الشخص يحدث الان عنده، او حتى لو ما حدث بشكل مباشر وطلع من تطبيق سناب شات ودخل على التطبيق راح على الستوري مره اخرى، لاحظوا قصتي في شخص شاهدها. لو رحنا نشوف مين هذا الشخص اللي شاهد القصه بيظهر انه الحساب الخاص فيني هو اللي شاهد القصه، على الرغم من اني طفيت البيانات ومسحت بيانات التطبيق، ولكن لا زال يظهر عند الشخص الاخر اني شاهد الستوري. طيب ايش الطريقه اللي بامكاني اني اخفي اني شاهدت الستوري بشكل كامل وحتى يظهر عندي انا كاني لسه لحد الان ما فتحت الستوري بشكل نهائي؟ طبعا طريقه اسهل من هيك بكثير. راح نرجع نحذف هاي الستوري بشكل كامل من هذا الحساب ونعمل ستوري جديد. راح نطلع من هون من سناب شات من التطبيقين او من الهاتفين ونشوف انه ما في ستوري ونعمل ستوري جديده ونشوف كيف راح نشوفها على الهاتف الثاني وما راح تظهر. راح نبدا اصور ستوري، ولكن الان مضطر اني اوقف تسجيل الشاشه على هذا الهاتف لما اصور الستوري. طيب الان انا صورت ستوري بشكل سريع على الهاتف وراح انقر هون على القصص وانقر على ارسال للقصص. الان رحت هون على القصص، طبعا الستوري هي القديمه لو حدثت الان لازم تختفى مثل ما انكم ملاحظين، اصبح عندي ستوري جديده ما في لحد الان اي حد شافها. لو رحت هون على قصصي ايضا بالهاتف اللي عملت منه القصه او الستوري فما في اي احد شايفها حسب الاحصائيات مثل ما انكم ملاحظين، صفر من المشاهدات، وايضا هون ظاهر عندي اني لسه ما شايف الستوري. الان الخطه على الشكل التالي، راح نبدا نطلع من تطبيق سناب شات بهذا الهاتف، راح نطفي الانترنت ونفعل وضع الطيران كما يعني الطريقه الاساسيه. راح نبدا ندخل على سناب شات، راح نبدا نشوف الستوري. لحد الان الامور كلها تمام، شفنا الستوري، رحنا على الستوري اللي بعدها. الان مثل ما انكم ملاحظين الستوري اصبح مشاهد عندي وعلامه اللوب ظاهر عليه، هذا بيعني اني شفته. الان لو ما فتحت الانترنت على الهاتف راح يبقى ظاهره عند الشخص انه ما في اي مشاهدات للستوري. تمام، لو طبعا طلعت من تطبيق سناب شات رجعت دخلت على تطبيق حدثت التطبيق ما راح لاحظ انه في اي احد شاهد الستوري. الان قبل ما تفعل الانترنت على هاتفك اللي شاهدت منه الستوري راح تعمل هالخطوه البسيطه كثير، بتنقر هون على ايقونه حسابك وبعدها بتنقر هون على زر الاعدادات وبعدها تنزل لاخر شيء تنقر على زر تسجيل الخروج. تمام، بس اعمل تسجيل خروج سريع، الموضوع ما بياكل منك شيء. انا عملنا تسجيل خروج، تسجيل الدخول سهل كثير جدا. تمام، هيك اطلع من تطبيق سناب شات وشوفوا طبعا تسجيل الخروج ما فيه اي مشاكل على حسابك، بس نعمل تسجيل خروج وبنعمل تسجيل دخول بشكل سريع. كيف؟ بنفس الطريقه مثل ما انكم ملاحظين الحساب بضل ظاهر عندك، بس انقر عليه هيك بيتم تسجيل دخول عليه، يعني محفوظ الحساب بهاتفك ما صار اي شيء. لاحظوا الان رجعني على الحساب، لو رحت هون على القصص لاحظوا الستوري رجعت وكاني لحد الان ما شاهدتها، اختفت علامه اللوب. وهون عند صديقي لو دخلت هون على القصص لحد الان صفر مشاهدات. لو طلعت من تطبيق السناب شات وفتحت التطبيق مره اخرى ورحت لحد الان المشاهدات صفر. ايضا هون لاحظوا كاني لحد الان ما شاهدتها، لازم ادخل عليها هيك وشاهدها الان طبعا وانا فاتح انترنت والامور كلها تمام لحتى يبدا يظهر عند صديقي اني شاهدتها. طبعا لو حدث السناب عنده بهذا الشكل بالهاتف الثاني، طبعا سناب شات بعض الاحيان بيعلق، لازم نطلع من التطبيق لحتى نتاكد طبعا وندخل على التطبيق مره ثانيه حتى يبدا يعني يحدث الاحصائيات ويظهر لنا انه في شخص واحد شاهد القصه مثل ما انكم ملاحظين، وهذا الشخص نفسه يلي نحن الان شاهدنا. ولكن في حال سجلت خروج مثل ما ذكرت وفعلت الانترنت وسجلت دخول بعدها، حتى انت عندك بحسابك ذات نفسك ما راح يظهر عندك انك شاهدت هذا الستوري وما راح تكون ظاهره عندك علامه اللوب. بس كان هذا فيديو اليوم، اتمنى يكون الجميع استفاد. هذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.